السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق تسنيم. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الطبق ديال الكواريت السردين في الفران اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف. الصراحة اللذة ديالو أو المذاق ديالو ما تفرقوش ما بينه وبين كواري ديال اللحم. طبق سهل جدا، خليكم معايا باش تشوفوا كاع المراحل اللي مرينا بها، وغادي نبداو على بركة الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا البنات الحوت السردين اللي نقيته وحيدت ليه ديك الجلده، حيدت ليه كاع داك الشوك اللي كيكون. المهم نقيته على هذا الشكل هذا، ما خليت ليهش الجلده ديالته، وغسلته مزيان وخليته يستقطر من داك الماء ديالو. صافي هنا غادي ناخذ الهاشوار وغادي نوضع داك السردين ديالي من بعد ما استقطر مزيان. غادي نضيف ليه العطريه اللي فيها التحميره، فيها الكمون. وهنا المكون اللي اساسي خاصو ضروري يكون في هذه الوصفه هذه هو القزبر اليابس، لانه كيتواتى بزاف مع هذا السردين اللي كيعطينا واحد النسمه زوينه، وكيجي ما كيبقاش يبان لنا بان راه حنا كناكلوا كواري ديال السردين، يعني كيجي بحال الكواري ديال اللحم. عندي هنايا الحاره، واللي بغى يستغنى عليها يستغنى، شويه ديال البزار والملحه والتحميره كما قلت لكم. صافي غادي نوضع هادشي كامل. غادي نوضع هذا الثومه. انا عندي هنايا الثومه مطحونه اللي كنشدها كلها كنقيها وكنطحنها مع شويه ديال الملحه، كنديرها في قريعه ونديرها في الكونجيلاتور، فوق ما احتاجيتها كنجبدها. وغادي ندير شويه ديال المعدنوس. انا هنايا عندي معدنوس غير كاين عندي في الكونجيلاتور. صافي ونطحنوا الخليط ديالنا ونعاودوا نرجعوا. صافي انا هنا ساليت، يعني راه ما تياخذش معاه الوقت في الساعه كتطحن. هانتوما شفتوا. صافي غادي نوضع هذا على جنب، وغادي نحضر لاصوص طوماط اللي غادي نشحرها، وهذا هي اللي غادي تمشي مع هذا الكواري. هنا خديت واحد المقيله اللي غادي ندير فيها مطيشه اللي حكيتها في الحكاكه. غادي نضيف ليها هذا المعجون ديال الطماطم، واحد المعلقه كبيره او جوج ديال المعالق. غادي نضيف ليها الزيت، باش تجينا ملبيه شويه. نضيفوا شويه زيت زايد، نديرو نخلطو ما بين الزيت الروميه مع الزيت البلديه، زيت الزيتون مع زيت المائده. عندي هنايا الربيع والثومه. صافي وغادي نردهم يتشحروا، من بعد غادي نزيد العطريه. هنا نسيت البنات ما ضفت شيء شحيمه، اللي عنده يضيفها، راه كتعطيها واحد المنه زوينه بزاف، هي اللي كتخليها تجي بحال كفته نتاع ديال اللحم ديال الغنمي او البكري. صافي من بعد ما طحنت ديك الشحمه نحيد هاد الكفته هذه من الهشوار، نردها في هذا البول هذا. غادي ناخذ واحد البصيله صغيره، هذه ما طحنوهاش مع الكفته حيت الا طحنات في الهشوار كتطلق الماء. من الاحسن اننا نقطعوها غير هكا بيدينا بالموس، نحاولوا نقطعوها غير رقيقه وما نستعملوها حتى الاخر. صافي حتى نبغيو نقوروا الكفته عاد نستعملوها، لان راكم عارفين بان البصله كتطلق الماء. جربوا هاد الوصفه هذه، راه كتجي زوينه بزاف، كتجي لذيذه. حتى الا
كاين بزاف من الناس اللي ما كيبغيوش هكايا كفته كواري في الطاجين. انا نيت من الناس اللي ما كيعجبهمش تحط في الطاجين. المهم هاد الطريقه هذه كتجي زوينه، اننا كنديروها في الفران، كتجي صراحه رائعه هاد الوصفه. لاصوص من بعد ما تشحرات هانتوما كتشوفوه طلقات، صافي غادي نضيف عليها العطريه. المهم عندي هنايا غير الكمون والتحميره وشويه ديال البزار والحاره والملحه. صافي نخلطها هنايا مزيان على ما تنسجم هاد العطريه هادي، وغادي نطفي عليها. انا هنا خديت المول اللي غادي ندير فيه هاد لاصوص ديالي. غادي نوزعها بحال هكايا. كما قلت لكم في الاول راه غادي البصله حتى الاخر عاد غادي نستعملها. غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال البصله هنايا مع الكفته، نخلطو حتى هاد البصله هادي كتعطينا واحد لوغو زوين. والدراري اللي ما كيبغيوش هكايا البصيله تكون باينه هذا ما ديروهاش. كاينين بزاف ديال الوليدات ما كيبغيوش الماكله اللي فيها البصله هكا باينه. صافي وغادي نكورو نديرو كويرات ونحطو هنا. تيبقى الحجم كما بغيتو ديروهم كويرات صغار ديروهم، بغيتو ديروهم كويرات كبار ديروهم. صافي من بعد ما ساليت هنايا يعني انا حتى هنايا غير نص السلسله باش ما نشوفش كامله. غادي ناخذ واحد الفلفله او جوج فلفلات اللي شويتهم وغسلتهم وخليتهم يستقطروا، وغادي نزين بهم الطبق ديالنا. نزينو به وصافي. وهذا هو الطبق ديالنا. غادي نغطيه ببابي كويسون، وغادي اللي عنده بابي الومنيوم ممكن انه يضيفو. انا ما عنديش دابا ما متوفرش عندي بابي الومنيوم. غادي ندير ليه غير بابي كويسون. غادي ندخلو للفران باش يطيب حتى نحس به بانه بدا شي شويه الحوت دخلو شويه ديال الطياب. صافي غادي نعري عليه باش يتحمر من الفوق. من بعد البنات ما تحرك داك الطبق، يعني بدا كيغلي. يعني نتوما شفتوا لاصوص حتى هي عقادتو هذا. صافي انا حيت عليه داك بابي كويسون وغادي نخليه دابا يتحمر من الفوق وغادي نخرجو. من بعد ما خرجت الطبق ديالي من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، تبارك الله كيجي معلك وزوين، وحتى الحوت كيجي بنين. كنتمنى الطبق اليوم يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا في التعليق ديالكم. اللي اول مره كيدخل القناه ديالي ما ينساش يدير لايك والاشتراك ودير لي شي تعليق زوين فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.